ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جيهان. تعالوا النهارده نعمل طبق للعشاء او للفطار لذيذ كده. اللي بيحب الجبن زيي هيعشقها يعني. هنجيب اي نوع جبن عندنا، ربع كيلو، نص كيلو، اللي عندكم. هنفتفتها شويه مع بعض كده، ونحط لها بقى زيت زيتون الحلو كده، ونقلبها كويس ونسيبها على جنب. تعالوا بقى نجيب عندنا طماطم وشبت وفلفل احمر وليمون. دي المكونات اللي احنا هنقطعها ونحطها عليه الاول. بس في تركه في الطماطم كده، لازم نشيل البذر بتاعها، ما نحطهاش ببذرها عشان ما تعملش ميه مع الجبنه ويبقى طعمها مش حلو. فهنسيبها كده زي ما احنا شايفين من غير البذر، هتبقى ايه طعمها احلى وتقعد معانا فتره حلوه في التلاجة، يعني من يومين ل3 كده. هنقطع الفلفل الاحمر، برضو بيدي طعم حلو قوي. كله بقى مكعبات صغننه قوي كده على قد ما نقدر، بتدي قيمة غذائية وبتنفع للانش بوكس، او الناس مثلا اللي بتحب تاكلها مع العيش المحمص زي كده هتعجبهم قوي، ومفيدة. ودايما نكتر الخضار على قد ما نقدر. الليمون كمان مفيد جدا. الشبت بيديلها طعم حلو جدا، يعني ما نحطش بقدونس، يعني الشبت هو الاساسي. نقطع برضو صغير قوي على قد ما نقدر كده، وبنشيل العروق بتاعته كلها عشان برضو ايه ما تبقاش ليها طعم مش حلو كده. بس هنقطع كله مع بعضه كده، والوانها جميله يعني هي مفيده والوانها جميله تفتح النفس يعني. كله مع بعضه كده. وهنشيل بذر الليمون برضو. فايده الليمون مع زيت الزيتون مهمه جدا للجسم وللشعر وكل حاجه، والمعده كمان يعني بترتاح جدا مع اكله لطيفه صحيه زي كده، مع توست، او يعني هتنفع طبعا في المدرسه، سندوتشات المدرسه، فهتقعد معاها اليوم كله. كويسه، ما يجرالش حاجه طالما شلنا البذر وشلنا الحاجات اللي ايه بنسميها بتميمي بتميمي الساندوتش، يعني بتضيف له شويه سوائل كده، ممكن ايه تضايق شويه. فكفايه الليمون هو السائل اللي موجود. نقلبه كويس قوي. بصوا الوانها حلوه ازاي، تحفه. ونجيب بقى ايه، نسيبها زي ما هي كده. وهنجيب عيش بقى، عيش لبناني، عيش بلدي اللي تلاقوه يعني. هنقطعه شرايح صغيرة مثلثات كده، وهنحمصه في التوستر او الاير فراير اللي يريحكم. بيبقى لطيف قوي في الاكل كده، يعني بيبقى طبق جديد وتغيير، وكأننا بناكل ناتشوز بالظبط. بس حاجة صحية ومفيدة. يا رب تعجبكم. جربوها كده وقولوا لي رأيكم، ونشوفكم دايما بخير وبألف هنا. وما تنسوش بقى المتابعة واللايك والشير. السلام عليكم.